النهارده مطبخ سوسو بيقدم لكم احلى 3 اصناف والله بجد. الرز بالخلطه المعمول بطريقه سهله جدا ومتقدم بطريقه شيك قوي. وكمان البطاطس المحشيه لحمه مفرومه ولا اروع وطعمها وريحتها تجنن. والفراخ المشويه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. ال3 اصناف دول ينفعوا ان انت ممكن تقدمي كل صنف لوحده مع طبق سلطه، وينفع غدوه لوحدها. عملنا ازاي الحاجات دي هقولك دلوقتي. جبنا طبعا الصينية الشواية الجميلة الحلوة دي، حطينا فيها الخضار البصل والطماطم والفلفل الأخضر. ممكن انت تحطي تبدلي الحاجات دي ببصل ببطاطس، أو تبدليها برز، أو تبدليها بسلة أو أي حاجة يعني انت تكوني عايزاها. وبنتبل الفراخ بالتتبيلة بتاعتنا. أنا متبلاها بمستردة وبصل وتوم وشوية زيت، شوية ملح وفلفل و7 بهارات وشوية بهارات لحمة وجوز الطيب وشوية زيت طبعا. وتبلتها وسبتها ساعتين بره. وبعدين حطيتها على الشواية الحلوة دي، وحطينا كوباية مية تحت على أساس إن هي تبقى سهلة في التسوية. وغلفناها كلها بورق فويل وحطيناها في الفرن، آه، اللي هي اول رف من تحت، على درجة عالية من الفرن طبعا. وبعد كده طلعت بالشكل الجميل ده. بس طبعا كل شوية بفتح لها ورقة الفويل واشوفها هي استوت ولا لا، محتاجة شوية مية ولا لا. بعد ما اتأكدت انها استوت ومش محتاجة اي حاجة، بس طبعا كل شوية بحط لها شوية مية. بعد كده حطيتها على الشوا من فوق، خدت اللون الجميل ده. على فكرة طعمها حلو جدا وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات خالص وخفيفة في الاكل. يعني ممكن اي حد عامل دايت يعمل معاها طبق سلطة كده حلو محترم وفيه كل انواع الخضار وياكلها، ويبقى كده غدوة عظمة على عظمة. ممكن نستخدمها في العشاء لان هي خفيفة جدا. نيجي بقى نعمل البصل، عشان ناخد شوية للرز وشوية للبطاطس للعصاج بتاع البطاطس. ده بصل على توم على شوية زيت صغيرين كده على حتة زبدة. بنصفرهم، حاجة بسيطة قوي. بعد كده قسمناهم نصين، خدنا نصهم وحطينا عليهم اللحمة المفرومة عشان نعصقها. وحطينا عليها الملح وفلفل ورشة جوز الطيب بسيطة كده. وشوية شوية كده كل شوية نديها شوية مية صغيرين لحد ما تكمل تسويتها وتأكدنا انها استوت، وسبناها تستوي براحتها خالص خالص زي ما هي عايزة لحد ما استوت الحمد لله ونشفت مع نفسها. في الوقت ده كنا جبنا البطاطس قشرناها وغسلناها كويس وقورناها. طبعا البطاطس لازم كلها تبقى قد بعضها مستوى واحد عشان تضمني انها تستوي مع بعضها كويس. وبعد ما قورناها اديناها نص تحميرة كده على الوش، يعني على الناحيتين نص تحميرة بحيث انها توصل للون ذهبي جميل قوي، عشان ده بيساعد في تسويتها وبيدي طعم وريحة وشكل حلو كمان. طبعا دي بعد ما خدت الوش الذهبي على الناحيتين. يبقى اذا كده دلوقتي عندنا البطاطس وعندنا العصاج محضرناهم. هنحشيهم وهنحضر صينية طبعا كبيرة تاخد البطاطس. آه زي ما انتم شايفين كده معانا دلوقتي العصاج اهوت. هنحضر الصينية، هنفرش فيها بقى قلب البطاطس اللي احنا قورناه، ما رميناهوش، ادينا له نص تحميره برضو زي البطاطس بالظبط. وفرشناه في الصينيه وحشينا البطاطس وحطينا البطاطس، نيمناها كده على قلب البطاطس. بعد كده هنعمل الصلصه بتاعتنا الجميله بالطماطم الفريش، طماطم مع فصين 3 توم. واديناهم غلوتين 3 بحيث ان هما ما تسبكش قوي لان هي هتكمل تسويتها مع البطاطس. حطينا طبعا الصوص اهوت، رائع جدا، رائع وشكله جميل جدا، وشكل البطاطس مع الطماطم يفتح النفس الحقيقة. ممتاز، حلو قوي الحقيقة. كمان ريحتها تجنن. خلصناها كده تمام. فاضل بس هنحطها في الفرن ان شاء الله. تمام.
جهزنا البطاطس، هنحطها طبعا في اول رف برضو في الفرن، بس قبل ما نحطها هنغطيها طبعا بورق الفويل، بس انا كشفها بوريها لكم. طبعا كنت ما افتح كل ما اجي اصور افتح واشيل ورق الفويل واحطه تاني، وهي بتغلي في الفرن. بعد كده على اول رف من تحت طبعا. بعد كده آه، آه، استوت كويس قوي، اتأكدت انها استوت كويس، وبعدين حطيتها على الفرن على الشواية من فوق عشان تاخد الوش الذهبي الجميل ده. الحقيقة ريحتها وطعمها تجنن الحقيقة. الف هنا وشفا يا رب. وعلى فكرة عايز اقول لكم ان صينية بطاطس زي دي معاها شوية رز بشعرية مع طبق سلطة تبقى غدوة ممتازة جدا جدا جدا، ومكتملة العناصر الغذائية بصراحة، وشيك قوي وطعمها حلو قوي. فاكرين بقى شوية البصل اللي قلت لكم هنشيلوهم على جنب عشان نعمل بيهم الرز؟ اهو جه وقتهم دلوقتي. طبعا احنا حطينا البصل، وحطينا معاهم شوية زيت زيادة، وحطينا معاهم الكبد اللي احنا مقطعينها كبد الفراخ، وعطيناهم شوية مية كده عشان مع البهارات، وحطيناهم شوية مية عشان يستووا مع بعض كده نص 3/4 تسوية. بعد كده كنت انا مكرمله معلقتين سكر الحقيقه، بس ما تصوروش. فحطينا ال الشوربه، كان في برضو المرحله دي ما تصورتش معلش. حطينا الشوربه على الكبد، على شويه السكر اللي اتكرملوا دول، على الرز المصري بتاعنا الجميل ده، وطلع في الاخر حله رز بالخلطة محترمة جدا. طبعا الطريقة الجديدة اللي احنا عملناها دي ان احنا سوينا الكبد مع الرز في قلب بعضه كله مع بعض، وما سويناش الرز لوحده وما سويناش الكبد لوحدها حطيناها على الوش، لا بنسوي كله ببعضه. دي الحقيقة بتدي طعم حلو جدا للرز. عايزة تخلي بقى في الاخر معلقتين تزوقي بيهم الصينية مفيش مشكلة. قدمنا بقى في صينية شيك قوي، دهنها سمنة، او ادهنيها بقى اي حاجة، سمنة زيت اي حاجة، وحطي فيها بقى زبيب، حطي فيها مكسرات، حطي فيها اي بصل مكرمل اي حاجة، وحطي عليها الرز بالطريقة دي واكبسيها كويس قوي عشان تقدميها بطريقة حلوة قوي. هنقلب بقى الصينية في السيرفيس، بقت شكلها حلو قوي قوي كده. الحقيقة تقدمها شيك قوي، طعم الرز حلو قوي. جديدة. كنا بنقطعه كده زي التورته واحنا بنقدمه يعني، واحنا بنحطه واحنا بنغرف بنقطعه زي التورته وبنحط، ودي طريقه جديده فعلا للغرف للرز يعني. عندنا دلوقتي سفره مكتمله العناصر، كان ناقصها طبق السلطه بس. الرز الجميل ده، البطاطس الحلوه دي، الفراخ الجميله قوي قوي المشهيه دي. الصوص ده على فكره عايزه اقول لكم اتاكل قبل الفراخ، جميل جدا. مطبخ سوسو بيقدم لكم اصناف حلوه قوي وخفيفه قوي ولذيذه وجديده، اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى وانتظروني ان شاء الله في وصفات جديده، واشكركم.